طيب، بما اننا اتكلمنا عن الكوره، المفاجأة الحقيقية هو السكور 4. كتير وتقيل وبايخ ورزل وغير سعيد. النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا. احداث دراماتيكيه بتعدي ورا بعض وحاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده كده. انزل شارع جامعة الدول العربية، انزل هنا شارع جمال عبد الناصر في مدينة 6 اكتوبر، انزل في شارع التسعين في التجمع. جمهور النادي الاهلي نفسه اندهش، مش من اداء الاهلي ولكن لم يكن اي حد يتوقع هذه النتيجة. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمرة واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء. خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه. خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه يا باشا؟ قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرف اساميهم، يعني ما يعني ناس ما، انما من غير القوة الضربة في الأهلي. فالأهلي بمن حضر، والأهلي حضر يا سادة. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، أنت الآن تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت. الأهلي حاجة تشرف وحاجة عظيمة. عندك لعيبة من العيار الثقيل، واللي أهم الروح. الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. القضية ممكن، الأهلي بمن حضر، كل الأشياء العظيمة اللي موجودة في دولاب البطولات بتاعة النادي الأهلي. وتلقى كده ناس قيمة من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي يروح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. وناس كلها تبعت لي مسجات
اخويا الصغير عادل اديب عامل مسلسل فبيصور، فكل الممثلين اللي معاه اللي هم اغلبهم طبعا بيبقوا اهلاويه، لانه اغلب الممثلين اهلاويه بالمناسبه. ليه ما اعرفش، انما اغلب الممثلين اهلاويه. المهم اغلبهم بعتين لي مسجات: يا عمرو نعم الاهلي بمن حضر. حاضر يا فندم، يعني ما احنا عادي هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن كده يعني. ما هو لو في حاجه غير كده دي تبقى مشكله. انا بدخل من باب النادي، كارنيه بتاعي اهو، اتفضل اللجنه ايه تحت اشراف قضائي، حط